من اهم كريمات العين اللي نزلت السوق واللي اتقال عليها ان هي بتحل كل مشاكل العين. الكريمين دول منتج كوري بعد تجربة 4 شهور. جاي اقولك دلوقتي اذا كان الكلام اللي اتقال عليه صح ولا مبالغ فيه، وهقولك كمان في اخر الفيديو على حاجة تعمليها تسرع لك من فعالية اي كريم عين انت بتحطيه. يا مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كريمين العين دول من الكريمات المهمة جدا اللي ظهرت في السوق بقالها فترة، والاتنين الحقيقة انا جربت الاتنين. ده اسمه بيوتي اوف جاسن وده اسمه سان باي مي. الاتنين فيهم نفس التركيبة وبيوعدوا بنفس الافكت. فيهم كل حاجة ما عدا فرق واحد بس، ان ده فيه ريتينال مفيهوش ريتينول، وده فيه الاتنين ريتينال وريتينول. طب ايه الفرق بينهم؟ الفرق الوحيد ان مادة الريتينال اهدى على البشرة شوية. لو انت بشرتك لو انت تحت عينك حساس قوي، ما استعملتيش ريتينول قبل كده خالص، او انت في فئة عمرية اقل من 30 سنة، فده الافضل ليكي اللي هو فيه الريتينال عشان ما يحصلش تحسس وهيكون افضل ليكي. اما لو انت فئة عمرية فوق ال 30 سنة او استعملتي ريتينول، يعني استعملتي قبل كده كريمات ريتينول، فهيكون الافضل ليكي سان باي مي. لكن الاتنين بيبقوا فيهم نفس التركيبات في باقي كل حاجة وبيوعدوا بنفس الافكت. بصي بقى يا ستي، بالنسبة للخطوط والتجاعيد اللي حوالين العين، هو فعلا بيجيب نتيجة حلوة قوي. بعد يعني انا ابتدى يجيب معايا نتيجة بعد شهرين تقريبا. بالنسبة للهالات برضو بيجيب نتيجة في حدود الوقت ده، من شهر ونص لشهرين. لكن لو مش هالات وراثية، لو هالات وراثية مفيش ولا كريم هيجيب معاكي نتيجة خالص. ففي الهالات وفي الخطوط حلو جدا، تبتدي تحسي بالفرق بعد شهر ونص شهرين تقريبا. لكن لو في تهدل، يعني انت لو فئة عمرية كبير، يعني لو مثلا 40-50 كده، وفي تهدل كده في الجفن او حاجة، مش هيجيب معاكي نتيجة خالص. احنا بنتكلم في الخطوط، في التجاعيد البسيطة. في التجاعيد العميقة مش هيجيب معاكي نتيجة. التجاعيد البسيطة، الخطوط، الهالات مش الوراثية، لكن اي نوع تاني من الهالات هيجيب معاكي نتيجة. في التهدل مش هيجيب اي نتيجة خالص. بالنسبة للانتفاخات بيجيب نتيجة في ساعتها، يعني اول ما بتحطيه بعد كده مثلا دقيقة ولا حاجة بيجيب نتيجة حلوة جدا. يعني انا عجبني قوي في الانتفاخات، لان انا دايما بقوم الصبح بلاقي تحت عيني كده منتفخ شوية. لكن انا بعمل خطوة حلوة قوي، وعودي نفسك انك تعمليها، اللي هي تمارين حوالين العين. خشي اعملي سيرش على النت واكتبي تمارين حول العين، هيطلع لك فيديوهات كتير قوي للتمارين كده. زي تعملي مساج زي حوالين عينيكي، تعملي فيه كده تمارين بسيطة بتعمليها بايدك لعينيكي. عودي نفسك انك تعمليها مرة في اليوم، او على الاقل مرة يوم او يوم لا. هتجيب نتيجة حلوة قوي معاكي، وهتضيع معاكي الانتفاخات بالذات، وهتساعد معاكي في ان مشاكل اللي حوالين العين تنتهي وتتظبط معاكي حلو قوي. صدقيني التمارين دي فعالة جدا، بس لو انت انتظمتي عليها. هو بيتحط طبعا، هو من مشتقات فيتامين اي، فما بيتحطش الصبح، بنحطه بالليل عشان هو فيتامين اي بيحصل منه تحسس من اشعة الشمس، فبيتحط بالليل بس. لكن انا بصراحة انا كنت بستعمله بالليل والصبح. انا كنت عايزة اسرع من النتيجة، كنت عايزة اشوف نتيجته ايه. فبس انا كنت بحطه الصبح، لما كنت بنزل كنت بحط واقي شمس عليه على طول. بصي هو بيعمل يعني بينشف الجلد سنة، لكن انا في ناس استعملوه واعرفهم ما نشفش تحت العين، ما حملش جفاف تحت العين ولا حاجة، بس انا بالنسبة لي عملي شوية جفاف. فكنت بحط بعد 10 دقايق كده بحط كريم مرطب خفيف. كريم مرطب ما فيهوش اي حاجة، حاجة كده خفيفة فيها هيالورونيك، فيها فيتامين اي بس، لكن ما فيهاش اي حاجة تانية غير كده. وفي ناس هو اساسا في مواد مرطبة كتير، بس في طبيعة جلد بيكون بينشف شوية. انا طبيعة تحت عيني بتجف شوية. في ناس استعملوه ما جفش معاهم ولا حاجة، وما احتاجوش يحطوا بعديه مرطب، بيحطوا كده عادي من غير مرطب ولا حاجة.
بتحسي كده ان اللي حوالين العين مترطب كده ونضر، بيدي امتلاء كده وبيخلي منطقة حوالين العين فيها حيوية ونضارة. هو سعره غالي، هو وصل دلوقتي ل1000 جنيه تقريبا، وحجمه حوالي 30 ملي. بس بتنزل عليه عروض على طول، يعني بينزل عليه عروض في صفحات وفي صيدليات كتير. بس بصراحة هو يعني انا ما بجيبوش عمري بالثمن ده خالص، انا بستنى لما بينزل عليه العروض وبجيبه بنص ثمنه. بس بصراحة هو تمنه يستاهل الإفكت اللي هو بيديه. الخطوة اللي قلتلك هقولك عليها عشان تساعدك على حل مشاكل حوالين العين وتدي معاكي تأثير أسرع لو انت بتستعملي كريمات عين، هي كمادات الشاي الأخضر والشاي الأسود. بتغلي شوية مية على النار، وبعد ما تغليهم بتحطي فيهم باكت شاي اسود وباكت شاي اخضر، وبتسيبيهم لحد ما يبردوا خالص، وبعدين بتصفيهم وتحطيهم في برطمان ازاز وبتشيليه في التلاجة. تعملي كمية تكفيكي اسبوع، وكل اسبوع تغيريها. بتطلعي الكمادات دي كل يوم، بتاخدي قطنه وبتعصيها من السائل ده وبتحطيها حوالين عينك، حوالين عينك كلها، من فوق ومن تحت، فوق الجفن اللي فوق والجفن اللي تحت. حلوه جدا فوق ما تتخيلي، تحفه للانتفاخات والخطوط اللي حوالين العين، بتهدي العين كده وبتديها حيويه جميله جدا. وبتعمل حاجه حلوه قوي، هي بتساعد على تكثيف الرموش، ان الرموش ما تقعش، وبتساعد على تطويل الرموش. وحاولي كمان وانت بتحطي تنقطي شويه نقط من السائل ده جوه عينك، مش هتعملك اي مشكله خالص، ما تقلقيش. بالعكس هتصفي لك منطقه اللي جوه العين لو في اي احمرار او تهيج. حلوه جدا وهتعجبك جدا، وهتسرع معاكي في علاج منطقه حول العين. بس انتظمي عليها، مش تعملي يوم وتكسلي بقيه الاسبوع، لا انتظمي عليها يوميا. رأيي في الكريمات تستاهل ولا ما تستاهلش؟ تستاهل انك تجيبيها. سعرها غالي شوية، بس سعرها يعني على قد الافكت اللي هي بتديه. بس زي ما بقولك ما تشتريهاش، اشتري الكريمات دي في العروض. يعني استني وابحثي كده على الصفحات، هتلاقي في صفحات كتير بتعمل، وفي صيدليات كتير بتعمل عروض على الكريمات دي. اشتريها في العروض، اشتري حتى 2، لما تلاقي العرض نزل لنص الثمن اشتري منها 2، ما تقلقيش. هتجيب معاكي نتيجة وهتدعيلي والله. وجربي وقولي لي رأيك واكتبي لي في الكومنتات. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.